السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عايزة أكلمكم بقى النهاردة في حاجة مهمة جدا، وهو إن إحنا بنصوم رمضان صيام ربنا سبحانه وتعالى أمرنا بيه. وأنا محتاجة أتعلم أنا والولاد حاجة اسمها صيام الدوبامين، محتاجينه جدا عشان من كتر الاستشارات اللي بشوفها سببها إن الولاد غرقانين في دوبامين بقى مخليهم ملل كتير جدا، مستوى الدراسة بيقع، مفيش انتباه، مفيش تركيز، وده طبعا بيسهل جدا الوقوع في بعض السلوكيات الإدمانية اللي من ضمنها مشاكل الجنس. فاحنا محتاجين نحافظ على المخ، محتاجين نستخدم الصيام في ان احنا ننقي المخ زي ما الجسم كمان بيتنقى بصيامه عن الأكل. صيام الدوبامين دي لعبة جميلة هعلمها لك عشان تعرفي تعلميها للأولاد بسهولة. أول حاجة، أنا ببقى نفسي ابني يبطل حاجة معينة مش راضي. هنضرب بعض الأمثلة المنتشرة عندنا كلنا، إنه يبطل يمسك التليفون طول الوقت، إنه يمسك مذاكرته شوية، إنه يركز معايا أكتر. حطي بالاتفاق معاه مهارة واحدة، سلوك واحد، مشكلة واحدة عايزين نبطلها. فهنجيب صيام الدوبامين هيعلمنا ايه؟ انا كل يوم بقعد على التليفون اوقات طويله، النهارده كل ما كانت دماغي بتقول لي يلا اقعد على التليفون كنت بقول لها لا، ومحدد وقت معين، واول ما بيخلص بسيب التليفون. فكل مره دماغه بتقول له هات التليفون نقعد عليه، هنروح ماسكين الورقه وكاتبين عليها الموقف ده وحاطينه في كوب الدوبامين اللي احنا محددينه. بعد شويه اتقال لي تاني تقول لماما ان انت هتبص على حاجة عشان تذاكر، حجة من الحجج ان الولاد بيعملوها، بس الهدف منها ان دماغه بتعمل اي حيلة عشان عايز يقعد تاني على التليفون. فهيروح كاتب الموقف وحاططها تاني في كوباية الدوبامين. بعد ما نحط المواقف اللي مرت عليه طول اليوم، هنيجي اخر اليوم ونشوف كوباية الدوبامين جمعنا كام مرة دماغه قالت له هات التليفون، او طلبت منه انه يعمل السلوك اللي هو قرر ما يعملهوش وقرر يصوم عنه. وهنشوف ده انجز النهارده قد ايه. ده انجاز وهيستحق معانا عليه التكريم، يعني هنعمل له مكافأة بعد ما يخلص العدد المرات اللي حصلت في اليوم وهو ما استجابش، لانه هو قرر من اول اليوم انه يصوم صيام الدوبامين. اللعبة دي هتبقى جميلة جدا، تدريجية، هتعلم ولادنا حاجة اسمها أنا أستطيع. مفيش حاجة اسمها مش قادر أبطل، مفيش حاجة اسمها مش قادر أمتنع عن سلوك مضر بالنسبة لي. كلمة مش قادر كلمة خطيرة ومن أهم صفات الإدمان، وإحنا مش عايزين ولادنا يتربوا عليها. هنربي ولادنا على القدرة، والكوب ده كل ما هيتملي مواقف إحنا هنكافئه بحاجة هو بيحبها مختلفة.